أصدقائنا في شركة جاسم، يمكن أول مرة أشوفهم وأتعرف عليهم، ولكن كان في مشاورات كتير في الفترة السابقة، سواء بالتليفونات أو الفيديو كونفرنس أو عن طريق شركة القاهرة للعقارات واللجنة اللي كانت مشكلة لهذا الغرض. إيه هو الغرض؟ هو إن إحنا النهارده وصلنا الحمد لله في نهاية مباحثاتنا مع الشركة إلى شراء 2 مركب بضائع عامة بالسعر اللي احنا اتفقنا عليه وبالامكانيات اللي ان شاء الله هتعلن لكم جميعا، وده يبقى بداية تعاون ان شاء الله في مشروعنا الكبير، وهو تطوير الاسطول او اسطول النقل البحري لجمهورية مصر العربية. احنا عندنا تقريبا 3 شركات وطنية دلوقتي، غير الشركة المصرية للملاحة اللي هي في طريقها ان هي تتصفى وتتصفى دلوقتي نتيجة الخسائر اللي حققتها الفترة اللي فاتت. ما كانتش معانا في وزارة النقل، كانت في وزارة أخرى، ولكن الحمد لله لما احنا خدنا ما تبقى من الشركة الوطنية للملاحة بنقويها دلوقتي ودخلنا لها مركب، وقريبا إن شاء الله دخلنا مركبين تانيين. عندنا الشركة الشقيقة لوطنية الملاحة في وزارة النقل هي شركة القاهرة للعقارات. شركة القاهرة للعقارات إمكانياتها شركة موجودة وقوية، ولكن إمكانياتها محدودة جدا جدا جدا. شركة القاهرة للعقارات إمكانياتها محدودة جدا جدا، وإمكانياتها محدودة إن هي عندها مركبين يعني حمولتهم معظمها ركاب، وبرضه ما هماش يعني مش كبيرة قوي. فعلشان تبقى شركة القاهرة للعقارات شركة قوية ونقدر نستغل العنصر البشري ومجلس الإدارة والناس اللي عندها دول، لازم نجيب لهم مراكب متنوعة وحمولات كبيرة عشان يقدروا يشتغلوا. لأن احنا التطوير عندنا زي ما قلت دايما بيبقى فيه اتجاهين، يا إما اتجاه إنك تجيب معدات للناس الكتير اللي عندك عشان يشتغلوا وينتجوا ويكسبوا، أو بتتخلص من الناس اللي موجودين الكتير علشان يبقى العدد القليل اللي باقي على قد المعدات اللي موجوده ويقدروا يشغلوا. فاحنا اخترنا الطريق الصعب، وهو احنا بدل ما نمشي نص الناس اللي موجوده في شركه القاهره للعقارات والنص الثاني هيشغلها زي ما بنعمل في الوطنيه للملاحه وزي ما بنعمل في شركات النقل بتاعتنا كلها بتاعت النقل والركاب، بدل ما نمشي نص الناس او ثلثين الناس او 3/4 الناس طبقا للمعدلات اللي معمول بيها في العالم من عدد الاعمال اللي بتشغل المعده الواحده، لا احنا بناخد الطريق الصعب ونجيب معدات عشان نشغل بيها الناس الزياده اللي عندنا وما نمشيش الناس.